السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال دايما. لسه ماتش الأهلي خلصان دلوقتي. أخيرا يا عم محمد، يا أخيرا كسبنا 2-0 كلين شيت. أخيرا شفت الأهلي بيكسب بكلين شيت، دي حاجة ما كنتش بشوفها بقالي كتير. إن أنا أطلع كلين شيت حاجة نسيتها، يعني إيه كلين شيت أصلا؟ حتى والماتش شغال، ها يعني زد هيجيب الجون إمتى؟ يعني خصوصا لما كنا كسبانين 1-0. الماتش فيه كلام كتير وفيه تفاصيل كتير وفيه حاجات كتير قوي، بس نتكلم الكلام الشفوي او الكلام العادي اللي ممكن نتكلمه مع بعض. احنا النهارده الاهلي شفنا قناعات عند حسين عموته. ايه القناعات اللي عند حسين عموته اللي احنا شفناها دي؟ حسين عموته مقتنع بطاهر، هو مقتنع بطاهر ومقتنع بمنصف. ليه مقتنع بطاهر وليه مقتنع بمنصف؟ عشان طاهر هو اللي بيديله الجهد والورك ريت العالي اللي بيمشي بطول الخط من اوله لاخره. تمام. ومنصف هو بيديك فكره ان هو فليكسيبيليتي، فكره ان منصف ممكن ينزل جناح، ممكن ينزل تحت المهاجم، ممكن تغير فيه. ظهرت امتى الحته دي؟ ظهرت خصوصا بعد الدقيقه 30 لما قرر ان يجيب طاهر جناح شمال ويخلي زيزو وبن شرقي ومنصف الثلاثه بيلعبوا بلا مركزيه، منصف وزيزو شويه يمين وبن شرقي هو اللي في النص. كان في حته لا مركزيه كده. عجبني النهارده هو مشي الماتش بكذا حته، فكرني زمان بالاهلي بتاع زمان. عمل ايه؟ مشي الماتش حته حته، بمعنى انه نزل اول ربع ساعه او اول تلت ساعه هو ضغط 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 عالي. مش ضغط بس، لا حاجه كمان ما كناش بنشوفها مع الاهلي، كان بقالنا كتير قوي ما شفناش مع الاهلي. ايه الحاجه دي؟ ان انت الضغط بتاعك ده ضغط ايجابي، ضغط باستخلاص، بتقطع الكوره من المنافس. شفتها فين؟ شفتها في الجون اللي جابه بن شرقي، استخلاص زيزو تقريبا مع مروان، خد الكوره مروان اسيست اللي بن شرقي جون. جبت جون من اتنين باص بالظبط، او باص واحد والكره التانيه كانت شوطه من بن شرقي. فده خلاك احسن. ده انت ما كنتش بتشوفه الموسم اللي فات، انك تضغط وتجيب جون خصوصا قدام زد. فاكر ماتش زد اللي ضيع عليك اصلا الامل انك تنافس في الدوري نوعا ما؟ كان الكونتر اتاك بتاع زد مرعب. فانت النهارده كنت بتضغط حلو. الكوره اللي بن شرقي شاطها في نص الجون في اول الشوط الاول لما علي لطفي شالها، فانت برضو ده كانت جايه لك فرصه، كانت جايه لك من ضغط، انت كنت خاطر اول تلت ساعه من ضغط. طب فطبيعي جدا كحمل بدني انك تهدي الريتم وتنزل تلعب ميديم بلوك او ورا كمان شويه، عشان خاطر لعيبتك ما تقعش بدني. ليه؟ لان انت اللعيبه بتاعتك دي هتلعب 90 دقيقه، انت مش هتلعب تلت ساعه بس، مش هتقدر تلعب بالتلت ساعه كلها ضغط نفس الضغط ده، فلازم تهدى شويه. طيب لما هدينا شفنا ايه؟ شفنا كوارث بقى يا معلم. تعالى بقى، تعالى بص بقى ايه ليله ما يعلم بها الا ربنا. عندك الجزار، عندك هادي رياض، الثنائيه دي. انا هتقول لي لسه بدري، هقول لك ماشي لسه بدري، بس في اخطاء فرديه تقول لك ده مستواهم كده، مش اخطاء منظومه. مش واحد طلع فالتاني يغطي عليه. عندك الجزار في كوره اللي مصطفى شوبير صدها العرضيه المهاجم في صدر الجزار، طلع وحطها بدماغه عادي. الجزار ما التحمش، ما حاولش ياخدها مع ان هي بتاعته. كرة تانية اللي هي جت منها الخطورة أصلا، اللي جه منها الكرة اللي ضربت في العارضة ونزلت اللاعب زد الحمد لله حطها في المدرجات. الكرة كانت بتاعت الجزار أصلا، اللاعب اداله كتف كده على خفيف في الظهر، قام سايب الكورة وخد الكورة ورقصه لا، في مشاكل عند الجزار. كذلك هادي رياض في كورة زنق مروان عطية، اداله شنطة مخدرات، هوبا امسك. ايه يا معلم؟ في ايه؟ بالراحة، اهدى، خد ابلع ريقك. لا مفيش. فلا، الاثنين اخطاء فرديه مستفزه بالنسبه لنا. ما ينفعش تبقى دي اخطائك الفرديه انت كواحد مدافع النادي الاهلي. طيب ايه تاني الكوارث؟ كوكا يا معلم، انت نفس الغلطه اللي عملتها في الماتش اللي فات في الجون الاول اللي دخل فينا في ماتش انبي، لما طلع الكوره في قلب الملعب. كوكا برضو بتطلع الكوره ليه يا حبيبي في قلب الملعب؟ يا بابا ده انت وانت ناشئ صغنطوط صغنطوط خالص خالص كده، كانوا بيقول لك طلع على الخط، طلع في الاوت، طلع في الاوت. دي جمله كده اي حد لعب بكوره هتلاقيه اتعلمها. لا، كوكا بيطلع الكوره في القلب، فتلاقي بيخلق لك خطوره من العدم. اخلاق الخطوره من العدم. كوره برضو اللي هي خبطت في العارضه وطلعت بره، محمد هاني واقف بيتفرج زيه زينا. برضو التغطيه العكسيه عند محمد هاني، الاربعه خط الدفاع. انا زعلان. طب هتقول لسه في الدوري، اقول لك ماشي يا عم لسه في الدوري على عيني وعلى راسي، بس هل تضمن لي ان المستوى ده ما يفضلش مكمل معايا؟ معلش،
عموته ماسك الفرقه بقاله شويه، واحنا بقالنا شويه بنلعب ماتشات وديه، واللي انت شايفه هي نفس الاخطاء. الدفاع الجزار، محمد هاني التغطيه زي الزفت، نفس الاخطاء. طب اخطاء بس ما فيش ايجابيات؟ في ايجابيات زي ما قلت لك، انت عندك الضغط، بتعمل ضغط عالي حلو جدا، بتستخلص الكوره، بتعرف تجيب جون. حسين عموته عمل حاجه عجبتني جدا، هو من الاخر اللي هيجتهد يا جماعه هيلعب. مفيش حد ما عندوش فرصه. النهارده لاعب احمد رضا، احمد عمر الساعي، اقطاي، كل اللعيبه بتلعب. هتنزل تجرب، خد فرصتك ووريني نفسك. المشكله بقى اللي ظهرت لنا لما اللعيبه دي نزلت وبدا يبقى في كونتر اتاك، خصوصا بعد الجون الثاني اللي مش اوف سايد، والكره ضربه الجزاء بتاعت بن شرقي مش ضربه جزاء. يعني عشان ايه؟ انا قعدت كده ايه اتفرج عليها زي اي واحد محايد خالص. كره خبطه هنا مش في دراعه، انا شايفها هنا بصراحه. فبلا يا جماعه، بلاش الهبل ده. يعني بلاش نبقى واقفين هنا. طب ما انا ممكن اجيب لك البنك الاهلي امبارح في ماتش الزمالك، احمد ياسر ريان، ولا اول امبارح لما المدافع الزمالك شده جوه المنطقه واحمد ياسر شاطها والمهدي صدها. هتقول لي اتاحت فرصه؟ مفيش اتاحت فرصه يا حبيبي في ضربات الجزاء. ضربه الجزاء ما فيهاش اتاحت فرصه، فدي كانت ضربه جزاء. فمحدش اتكلم وسكتنا. ايه؟ العب ماتشك ومالكش دعوه بغيرك. العب ماتشك وخليك مجتهد، لان الكره مش ضربه جزاء، الجون مش اوف سايد. عشان خاطر فينا انا شايف انها مش اوف سايد، ما هو باين جدا يا جماعه من اول ما الحكم عمل الرايه، انا خدت بالي قلت يا جماعه مش اوف سايد، ومتاكد انها جون. حتى اللي عندي على الفيسبوك ما نزلتش ان في جون اوف سايد ولا حاجه، لان انا مستني انها جون، لان انا عارف انها جون. ف يمكن بصوا، انا بحب دايما ايه، اسعى واجتهد. ده كان طاهر فجاب جون. بس انا عايز اقول لك على حاجه، طاهر لولا ان بن شرقي عمل لك العرضيه ما كنتش جبتها. بن شرقي كان ممكن يشوطها يحطها ببطن رجله في الضيقه كانت هتروح. بن شرقي يعرف يعمل كده. فعندك نقاط ايجابيه ان انت قدرت تجرب لعيبه. علي محمود حلو قوي، ممكن الكره بتطول في رجله سنه سنه، بس هو حلو، مستقبل مبشر للاهلي كواحد يلعب جنب مروان عطيه. مروان عطيه يعني انا زهقت من الكلام عليه بجد. عارف انت لو اقول ايه تاني؟ ما خلاص بقى مروان، خلاص يا حبيبي، خلاص يا ابني بتعمل كل حاجه. ده لازم يجدد ده لازم يجدد. واحنا سقف المرتبات عندنا كويس 35 مليون والكلام الحلو ده، الحقوا جددوا له قبل ما ايه يجي له عرض بقى والجو ده، عشان خاطر ده فعلا بيك بتاع مروان عطيه. تيجي زيزو مشكلته مع الاهلي دلوقتي ان انت بتلعبه 10 او 8، مش بتاعت زيزو. زيزو هيديله الخط مكان طاهر كده هيأدي، ولكن زيزو مشكلته في ايه؟ او ليه الحسين عموته مش عايز يعتمد عليه في الحته دي؟ زيزو ضغطه نوعا ما مايع شويه، يعني ما بيعرفش يكبس على الكوره ياخد الكوره. فزيزو عنده الحته دي للاسف، دي مشكلته. ف ماتش مجمل انا مبسوط منه. مجمل انا جاي من حته بعيد قوي، واخد بالك، انا جاي من بعيد ورجعت تاني، ورجعت بكسب، وسهل جدا اعدل مشاكلي وانا بكسب، وانا واخد الثقه. وزي ما قلت لك، اخيرا يا عبد صمد احنا طلعنا كلين شيت. يا عبد صمد، دي كانت لحظه احنا بقالنا كتير في الاهلي ما شفناهاش واحنا مرتاحين. بتشوفها وانت بتحزق 1-0 بتاع، لكن انت كسبان 2-0 مرتاح تقريبا من بعد الجون التاني. انت بتعمل اللي انت عايزه كله. كم فرص ضايعه كتير، محتاج انك اللعيبه طبعا. في عمر الساعي ضيع لان هو برضو بقاله فتره مش في الاهلي وبقاله فتره بعيد، فطبيعي جدا ان الفرص دي تضيع. اقطاي الكام كرة اللي لعبهم انا شايفهم كويس جدا. منصف بكرار مش عارف يعني متضايق بصراحه. ليه؟ لان انت لعيب محترف، لان انت بتاخد فلوس غير يعني غير زمايلك، بتاخد مرتب اعلى من اي حد انت وبن شديده. فانا مستني منك الاختلاف، مش مستني منك تضيع كوره زي بتاعه الماتش اللي فات وزي اللي عمر الساعي ضيعها. ما انتوا الاثنين لعبتوا نفس الكوره. سفيان بن شديده انا شايف ان هو مختلف. سفيان بن شديده قوي، جرم، عارف انت ناشف كده وبيخش يخبط. ف مستني منه حاجه برضو، لكن هو طبعا ما بياخدش الوقت الكافي. زائد ان هو عنده حته انكار ذات، هو بيطلع لزمايله وبيلعب لزمايله حلو قوي. مبسوط ان انا بشوف احمد رضا، بشوف عمر الساعي، بشوف اقطاي، بشوف حسين الشحات، بشوف لعيبه ما بتلعبش عشان خاطر كل لعيب يبقى خد فرصته، عشان ما يجيش لعيب يقول لك انا اتظلمت مع الحسين عموته. اللي هو السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، لما امام عاشور
يرجع. هل حسين عمود هيضحي بزيزو ولا هيبقى بمروان وامام وقدامهم زيزو، ولا هيضحي بطاهر هيحط زيزو على اليمين وامام مكان زيزو؟ توقعي الشخصي ان هو مش هيضحي بطاهر. هي اللعبه هتبقى في الثلاثه بتوع نص الملعب. ليه؟ لان طاهر زي ما قلت لك هو الورك ريت عنده عالي، عموته من الناس اللي بتبقى عايزه اللعيب اللي بيتدرب كويس هو اللي هيلعب، اللي هيجتهد في التدريب هيلعب من الاخر. اسعى واجتهد هتلعب. وخد بالك من حاجه فعليا يعني، انت لما بتسعى وبتجتهد ربنا بيكرمك. فدي قولا واحدا، فهو ده مدرسه الحسين عموته. انا مستني رايكم. هل امام عاشور لما يرجع من التسخين والتجهيز بتاعه ده هيبقى فين مكانه في الملعب؟ هيبقى 8 يبقى 10، ولا من اخر حسين عبد هيقول له لما تجيلك فرصة؟ خصوصا ان امام عاشور مستواه مختلف عن اي حد، احسن لعيب كرة في مصر عشان نكون واضحين. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب.